السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم مزيانه ومزيانه، ان شاء الله تكونوا فرحانين وبخير وعلى خير. جيتكم بهذا الخبز التركي رائع رائع، بغيتكم تجربوه. المقادير ساهلين ماهلين، ما فيهم لا تعب لا حتى شي حاجه، غير الزيت والملح وزيت الملح وطحين. صافي، ما فيه حتى شي حاجه، فيه زدتو غير النسمه ديال الليمون ديال الزهر وصافي. هادشي اللي كاين. هاد الخبز رائع، تيبغي يرد ليك وتيجي زوين. تجي على هاد الشكل هذا، ديري فيه السمسم، عندك هنا الشيه، يجي رائع. هاد الخبز كانه شاريه من محلات او باتيسري هاك، زنجلان. كيجي على هاد الطريقه هذه. بغيتكم تجربوا هاد الخبز وتكتبوا لي في الكومونتير كي جاكم هاد الخبز. المقادير ساهلين ماهلين، ما فيهم لا بيض لا شي حاجه. غير بغيتكم ان شاء الله بحول الله اللي دخل الفيديو او دخل شاف كيشوف الفيديو وما تيديرش لايك، كنقول لك الله يخليك دير لي لايك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد، باش القناه تزيد القدام، باش انا عندي كثير باش ما نعطي. لان القناه الى ما بدعمكم نتوما راه ما غاديش توصل. كنترجاكم الله يخليكم بارطاجوا لي الفيديو مع الحباب والصحاب، والله يكثر خيركم باش حتى انايا نقدر نزيد القدام. لان ما تنشوف الناس ما تيدخلوش، كيدخلوا غير يشوفوا ما تيديروش ليا لايك. صافي، هادشي اللي كنقول لكم. الله يجزيكم بالخير، وكنشكر الناس اللي مدعميني واللي كيتابعوني، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. شو نشوفوا الوصفه؟ يا الله. يلا نشوف المكونات. عندنا هنايا 500 غرام ديال الطحين غرملوه، عندنا شويه تاع الخماره، تقريبا معلقه ديال الخماره، منديروش بزاف، منديروش كامله زعما. ندير واحد الحفره الوسط باش نديرو فيها الخميره فوريه. عندنا هنا معلقه ديال الملحه، الصحن غندير فيه الماء. عندنا معلقه خماره فوريه، نخلطها بشويه الماء دافي. خليها تتفاعل مع بعض. ندير شويه الزا هذه ديال من نكهه البرتقال،
خميره نديرها هنا الوسط باش ما نديرهاش مع الملح باش تعطي النتيجه دغيا، تحمر دغيا ما يتحطش. الان نعجن العجين. هنا عندي هنا تقريبا 300 ملل ديال الماء دافي. صافي دابا نجمعها مزيان. العجين خاصها تدلك مزيان باش تعطي نتيجه مزيانه. تقريبا قد ديال الماء. كاين حتى اللي كيشرب، كاين حتى اللي ما كيشربش. صافي غادي نجمعها. بعد ما عجنتها ودلكتها نخليها حتى تختمر، نرجع نوريكم الشكل كي غندير. بعد ما اختمرت العجين ارتاحت واحد شويه، نحيدوها باش نشكلوها. نجيبو هاد الخشبه هنايا صينيه نحط فيها زيت. نقطعو على هاد الشكل هكا. هنا جاونا درنا هاد الاقراص هنايا. خاصهم يجو صغار، منديرهمش كبار باش ما نديرهم على هاد الشكل هكا. خليهم يرتاحوا. الا جاتنا شي وحده كبيره نقصوا منها، خصهم يجوا الشكل قد هكا، يجوا صغار.
المهم الا جاتنا شي وحده كبيره اكبر من الاخرى نقادوهم باش يجوا متساويين في العبار. الا كان داك الميزان تاع العجين تيكون حسن، انا ما عنديش، كندير عيني ميزاني نشوف واش قد الا كانوا كبار تنعاود نقص من الاخرى ونزيد الاخرى باش يجوا متساويين. هانتوما كملتهم على هذا الشكل. هنا بعد كمل شكلتهم على هاد الاقراص صار عندنا هنا 28 قرص، يعني ندهنهم بشويه تاع الزيت باش ما ينشفوش ليا. هكا باش ما ينشفوش لينا. نخليهم يرتاحوا واحد شويه باش نشكلهم بالشكل اللي بغيت. بعد ما ارتاحت العجين الان غادي نشكلها. نشكلها على هذا الشكل. نجبد العجين بحال هكا. كتجي مقاده متساويه مع بعض. نجيب الاخرى حتى هي الان هما قد في، غنجيبها بحال هكا. يعني تثبتها من الراس ديال العجين ونصير ندير لها بحال هكا. يعني هذه نديها هكا وهذه نجيبها لعندي هكا ونجبدها بحال هكا باش تصير هكا ونثبتها. تصير على هذا الشكل. حتى نديرهم كلهم. نجيب واحده اخرى
نوريكم واحدة أخرى. بهذا الشكل. نجيبها حتى هي نثبتها من هنا ونسير نشكل على ضفرة، مش كلوية مع بعض، مش ضفرة هكا، ونسير هكا. وهذه نجيبها لعندي، هذه ناخذها هكا وهذه نجيبها لعندي حتى نثبتهم مزيان يصيروا على هاد نجيبها هكا ونثبتها تصير كعكة على هاد الشكل. هاد الطول يعني يكون طويل شوية. نجيب أخرى. نمسكها على هاد الشكل ونجيبها هكا. هكا بعد ما شكلتهم على هاد الشكل كلهم، يعني مش كلهم، مازال عندي كيجوني ساهلين بحال هاد الشكل. يعني كما قلت لكم غديروا الشكل هاد الشكل هكا، تبتها من هنا باش ما تحلش ليا، ونبدا نشكل على هاد الشكل ونديرها. هاد الايد نديها وهاد الايد نجيبها لعندي هكا ومن بعد نديرها هكا. ساهله الطريقه، ساهله جد جد جدا ساهله. الان عندي هنا كما قلت لكم، انا عندي العسل تاع هذا العسل تاع الرمان. حتى شي مره ان شاء الله نديرو معاكم. هو الدبس كيقولوا لي الدبس، الاتراك ولا الشرقيين يقولوا لي الدبس. وهنا عندنا السمسم او الزنجلان، وغادي ندير مره اخرى الشيه مازال. الان غنوريكم غير الطريقه. غندير بحال هكا الزنجلان بحال هذا الشكل.
على هذا الشكل يجي. نبقى على هذه الطريقه كلها حتى نكمل. الان بعد ما كملت هذا تاع الزنجلان غندير شويه يعني غندير نفس الطريقه. هذا ان شاء الله هاد العسل بتاع ويجيب العسل تاع الرمان ولا عسل ديال التمر، حتى هو الدبس تاع التمر كيجي زوين حتى هو. ولا ما كانش ديري تقدر ديري الصفر تاع البيض مع شويه ديال الخل وديري بحال هاد الطريقه. الا ما بغيتيش ديري هاد الطريقه اللي كندير انايا، انا درت الفران يشعل عندي 200 درجه ديال الحراره باش يلاه يجي بحال الطريقه. راه كيجي الشكل تاعو زوين كيجي الشكل تاعو راقي وزوين ولذيذ. تقدر ديري حبه سوداء او مثلا بودر الكتان او الزنجلان او كما درت انايا. غنبقى على هاد الطريقه بحال هكا تنكمل اللي بقى عندي. نتلاقى معكم ان شاء الله. بعد ما كملتهم في التزيين درت لي هنا الشيه وهنا زريت الكتان بودر الكتان عفوا بودر الكتان، وهنا الشيه وهنا السمسم. هذا مثلا السمسم وهذا درت ليهم هنا. المهم انا شعلت الفرن على 200 درجه وندخلهم دابا الفرن. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نخرجهم.